السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وألف خير يا رب. ولا يحلى الكلام إلا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله النهاردة يا حبايبي إفطارنا. النهاردة الاثنين، أنا صايمة، يبقى إفطارنا النهاردة كشري اسكندراني، كشري الاسكندراني. عرفنا مؤخرا إن الكشري الأصفر اللي احنا بنعمله اسمه كشري اسكندراني. يبقى معانا هنا رز منجياه زي الفل اهو قدام حضراتكم، وحطاه في التلاجة. معانا هنا عدس اصفر اللي خدنا منه شوية للفول المدمس يا حبايبي. ومعانا هنا 4 بيضات هنسلقهم، طبعا مش هنسلقهم كده، لازم نغسلهم الاول. ومعانا هنا الخضار بتاع السلطة، معانا طماطم وجزر وخضرة، ومعانا جتة. يلا هنحط العدس على الرز مباشرة كده وهنغسله مع بعض ان شاء الله. ماشي يا حبايبي، نقلب كده. العدس نظيف والرز نظيف. لازم تتأكدي من العدس يا حبايبتي قبل ما تغسليه او تطبخيه، لازم تبص فيه كويس. احنا في الصيف والحاجة ممكن تبقى مركونة عند البياعين ويبيعوها، تيجي مش واخدة بالكي او انا مش واخدة بالي، فممكن العدس يبقى فيه حشرات او مسوس او اي شيء. ناخد بالنا من الحاجة قبل ما نحطها على الرز او نطبخها يا حبايبي. حصلت معايا اني جبت العدس فسبحان الله يعني رحت حطاه على صينية وعايزة انقيه، فلقيت فيه حاجات مش حلوة. كانت بنتي اللي كانت شاريهولي من واحدة عندنا هنا في المكان بتبيع، يعني فاتحة دكان وكده، فلقيت فيه حاجات مش حلوة. رحت حطاه في الكيس زي ما هو ورحت مراجعاه إلها وجبت فلوسي. لو ما خدتش بالي وحطيته على الرز او طبخت او كده او كده، فكان هيبقى الوضع مش كويس ابدا. فلازم ناخد بالنا يا حبايبي بين العدس والفول والحاجات دي قبل ما نعملها الطهي اللي احنا هناكله، قبل ما نطهيها يعني. ماشي، يلا نشوف الخطوة اللي جاية بإذنك انت يا رب هنعمل فيها ايه. يلا يا حبايبي، حطينا الحلة على البوتاجاز على النار، حطينا شوية زيت. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك يا رب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونزلت بالرز والعدس او الكشري. هنا بنقلب او بنشوح الرز مع الزيت لفترة كده معينة. لازم نشوح الرز يا حبايبي، نشوحه حلو مع الزيت، ان كان كشري او رز عادي ايا كان. لازم التشويحة الحلوة دي يعني يا حبايبي عشان بتخلي الرز حلو. يلا يا حبايبي، لسه ما زلنا بنشوح الرز اهو يا حبايبي او الكشري. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اهو يا حبايبي، يلا. التشويحه دي بتخلي الرز حلو يا جماعه وطعم جدا. ماشي، يلا يا جماعه الرز استوى ولازم نقلب بالشوكه زي ما انتم شايفين كده اهو. خلصت يا حبايبي زي ما انتم حضراتكم شايفين كده. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدي طبق الكشري يا حبايبي قدامكم، قدام حضراتكم. هناك الجتة وطبق السلطة، هنا المعالق، هنا طبق سلطة. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكمون وملح للي حابب. في 2 بيضة ما متقشروش، دول يتقشروا بقى براحة اللي هياكلهم. وهنا طبق سلطة. وادي الصينية قدام حضراتكم من بعيد. ايه رأيكم في الصينية؟ هناك الجتة الحلوة دي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل فيديو وانتم طيبين يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.